اهلا بيكم. بص يا سيدي، تعالى كده احكي لك حكايه ماتش الاهلي والشرقيه انبي. لان الماتش ده من اول دقيقه لاخر دقيقه كان عامل زي فيلم، بس الفيلم ده كان فيه بطل واحد بس، الاهلي. تخيل معايا كده اول مباراه للاهلي في الموسم الجديد، والناس داخله عشمانه، والماتش يعني عشمانه في الماتش، وهي متوقعه ان الاهلي هيبدا الموسم بشكل كويس، 3 نقط، اداء محترم ونمشي. لكن الشرقيه انبي كان عنده راي تاني خالص. الماتش بدا والاهلي لسه بيحاول يدخل في اجواء المباراه، وفجاه تلاقي الشرقيه انبي يقول لك لا يا حبيبي، احنا مش جايين نقترح عليك. وهنا الاهلي يتفاجئ بهدف، وبعدها حصلت ركله جزاء، والموضوع كان ممكن يكبر اكتر. لكن ركله الجزاء ضاعت. الاهلي بدل ما يستقبل او يستغل ان الخصم ضيع فرصه مهمه، لسه ما فاقش بالشكل الكافي، وفجاه الشرقيه ام بيضرب الضربه الثانيه، هدف تاني. بص يا عم، انا لو كنت مكان اي اهلاوي في اللحظه دي كنت هبص على الساعه واقول هو احنا في الدقيقه كام؟ هو احنا في بدايه الموسم ولا في كابوس دخل علينا؟ الاهلي متاخر 2-0، وهنا بقى لازم نسال نفس السؤال: هو الاهلي عمل ايه عشان يتاخر بالشكل ده؟ هل الحقيقه ان الاهلي في البدايه كان داخل بهدوء زياده عن اللزوم؟ الفريق لسه جديد، عموته لسه بيبدا اول مباراه رسميه، وفي لعيبه جديده ولاعيبه لسه بتفهم بعض، وكل واحد لسه بيحاول يعرف هو بيلعب فين وامتى يتحرك وازاي يتحرك. وفي الناحيه الثانيه الشرقيه انبي داخل بمنتهى الحماس، مفيش عنده حاجه يخسرها، فبيقول لك انا هضغط عليك، ولو وقعت في غلطه هضربك. واللي حصل فعلا، الاهلي ما كانش مركز بالشكل الكافي في التحولات والمساحات. المساحات ظهرت بشكل كبير والخصم استغلها. لكن هنا بقى بدات الحكايه تتغير، لان الاهلي بعد ما تاخر بهدفين بدا يقول طب استنى، احنا لسه بدري. وفي الدقيقه 34 مروان عطيه خد الكرة وطلع بتسديده قويه، والكرة راحت في الشبكه، وبقت النتيجه 2-1. هنا بقى انا عايزك تتخيل احساس اللاعبين والجمهور. من شويه انت كنت متاخر 2-0 وبتقول الماتش راح، دلوقتي بتقول 2-1 وبدات تقول طب يمكن نرجع. ودي كانت اول علامه ان الاهلي لسه عايش. الاهلي دخل الشوط الثاني بشكل مختلف، مش هو نفس الفريق اللي شفناه في اول نص ساعه. فيه ضغط، في تحرك، ايوه، في اصرار، ايوه. والشرقيه انبي كان من شويه بيلعب باريحيه، بدا يرجع لورا وبدا يحس ان في مشكله جايه، لانك لما الاهلي يبدا يضغط يبقى عندك مشكله حتى لو انت متقدم. وهنا حصلت اللقطه، الاهلي رجع للمباراه بالكامل. اشرف بن شرقي حصل على ضربه جزاء، وزيزو وقف قدام الكوره. وهنا بقى انت عارف المشهد، زيزو بياخد نفس، يحط الكوره ويسدد جول. 2-2 يا جماعه. الاهلي رجع، الفريق اللي كان متاخر 2-0 رجع 2-2. وهنا بقى السؤال، خلاص الاهلي هيرضى بالتعادل ولا لسه فيه حاجه تانية؟ وانا اقول لك لو انت عارف ان الاهلي يبقى عارف ان الحكايه لسه ما خلصتش، لان في حاجه بتحصل في مباريات الاهلي، خصوصا لما المباراه تدخل في اخر ربع ساعه، الخصم يبدا يقول يا رب الحكم يصفر وخلاص، والجمهور يبدا يقول طب نجيب جول ونخلص، واللاعبين يبداوا يحسوا ان في فرصه. وهنا الوقت بيجري، الدقيقه 80، 85، 88، وبدا تقول خلاص الناس التعادل يعني مش وحش بعد ما كنا خسرانين 2-0. لكن الاهلي كان عنده كلام تاني خالص. ندخل على الدقيقه 90 اخر لحظات المباراه، والكره بتتحرك، وسفيان بن جديده يعمل تمريره وكعب حلو، والكره تروح لقفشه. وهنا بقى قفشه عنده لحظه من اللحظات اللي احنا عارفينها، يا ترى هيعمل ايه؟ يسدد ويمرر، يفكر. الراجل قال لك لا انا هخلص، ويسدد والكره في الشباك، جول. الاهلي 3 الشرقيه انبي 2. ياه، من 2-0 ل 3-2 في اخر دقيقه. وهنا بقى انا عايزك ترجع معايا لاول الماتش. الاهلي كان متاخر بهدفين، الناس كانت بتقول الاهلي شكله وحش، الاهلي مش مركز، الاهلي لسه مش جاهز. وبعد حوالي ساعه من اللعب الفريق قلب كل الكلام ده، ودي بالنسبه اهم حاجه في الماتش. انا مش هقول لك ان البدايه كانت حلوه، بالعكس البدايه كانت محتاجه وقفه. الاهلي دخل المباراه ببطء وسمح للخصم انه ياخدوا الثقه، وده خطر جدا، لان مش كل ماتش هتتاخر 2-0 ترجع تكسب 3-2، ومش كل مره الخصم هيضيع ركله جزاء، مش كل مره قفشه هيجيب لك جون في الدقيقه 90
عشان كده عموته لازم يقف مع الفريق ويقول لهم يا جماعه احنا ما ينفعش نبدا كده، لازم نكون صحيين من اول دقيقه. لكن في نفس الوقت لو انا هطلع من الماتش بحجه او بحاجه حلوه من الماتش، يعني فان الاهلي عنده شخصيه. لان اسهل حاجه لما تكون متاخر 2-0 انك تستسلم، تقول خلاص اول مباراه وخلاص ناخدها درس ونكمل. لكن الاهلي ما عملش كده، الاهلي قال لك لسه عندنا وقت. هدف مروان عطيه رجع الروح للعيبه الاهلي، وبعد ما الفريق بدا يضغط زيزو يعني رجع مره تانية، وبعدها قفشه انهى الحكايه. ودي بقى شخصيه الاهلي اللي احنا عارفينها. عارف ايه اللي عجبني كمان؟ ان الاهلي بدا الدوري من المركز الثاني، ودي حاجه ممكن ناس تستغربها وتقول ازاي الاهلي كسب وبقى تاني. ببساطه بيراميدز كسب برضه وما دخلش فيه اهداف. الاهلي دخل فيه هدفين، استقبل هدفين وسجل 3 اهداف. بيراميدز في الصداره والاهلي في المركز الثاني. لكن بصراحه انا مش شايف ان في اي مشكله. ليه؟ لان احنا لسه في اول جوله، يعني ايه الاول والثاني دلوقتي؟ لسه الموسم طويل جدا. والاهم ان الاهلي اخذ 3 نقط، وانا شايف ان في حاجه حلوه في الموضوع. الاهلي من اول مباراه بيقول لك انا مش محتاج اكون الاول من الجوله الاولى عشان اكسب البطوله، انا ممكن ابدا تاني. بعدين يعني اطلع الاول وقت الموضوع يكون بجد، لان الدوري مش مباراه واحده، الدوري نفس طويل جدا. انت تعرف تكسب حتى وانت مش في افضل حالاتك. اتمنى اني اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اتمنى اني تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا جدا لكل الناس اللي تابعت معانا. الف مليار مبروك للنادي الاهلي، والى اللقاء في فيديو اخر.